السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اهلا بيكم، نورتوني. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض الجلاش الطري بطريقة سهلة وبسيطة. هنجيب معانا نص كيلو جلاش او كيلو على حسب الكمية اللي انت عايزاها. هتجيبي الجلاش بتاعك، هتفرديه كده زي ما انا فرداه. هوريكي بقى تعملي ايه. انت هتجيبي القالب بتاعك او الصينية بتاعتك، هتاخدي المقاس بتاعها من الجلاش عشان تعرفي ترصيه كويس بدل ما تقعدي تتني فيه كتير. هنقطع بقى المقاس اللي احنا عملناه بالسكينة، بالمقص، بأي حاجة زي ما انت عايزة. طريقة سهلة وبسيطة خالص، والجلاش مش هياخد معاكي اي وقت. في ناس بتحب الجلاش السادة ده، بيبقى طري كده بيدوب بالشربات والسمنة، بيبقى خفيف جدا في رمضان. خلاص انا عملت بقى الكمية بتاعتي. هبدأ بقى اخد نص الكمية، هحددهم كده بالايه، بالنظر. يعني هتاخدي نص الكمية تقسميهم نصين، عشان اللي انت قطعتيه في الجنب ده هتحطيه في النص الاول، وبعد كده تكملي فوقيه. هتجيبي الصينية بتاعتك او القالب او البايركس او اي حاجة انت عايزة تعملي فيها اي حاجة، التسوية بتاعتها بتبقى كويسة معاكي. هتجيبي بقى السمنة بتاعتك، طبعا هتسيحي السمنة. هتبداي تحطي في الصينية من تحت الاول علشان الجلاش بتاعك ما يلزقش وتعرفي تطلعيه. هتدهني بقى بفرشة عندك، ما عندكيش فرشة هتعرفي تظبطي بالمعلقة، مفيش مشكلة، اللي انت عايزاه. انا هدهن بالسمنة كويس جدا. بعد كده الطبقات اللي انا خدتها دي، هبدأ انا قسمت المقدار زي ما انتي شفتي نصين، عشان اللي انا قطعته في الجنب اللي ورا دوت اعرف اوزعه. هبدأ بقى احط كل ورقتين او 3 على حسب ما انتي عايزة. هترشي عليهم سمنة خفيفة كده علشان يطلع مورق معاكي ويطلع طري. طب لو انتي حطيتي كده على طول من غير ما تحطي السمنة، هيطلع ناشف معاكي ومش هيطلع مورق. يعني لو الجلاش بينشف منك، اعملي بالطريقة دي، هيطلع طري وجميل. هعمل بقى المقدار بتاعي ده كله كده ورقتين او 3، اخد ورقتين او 3 مع بعض كده، وهبدأ اظبط في الصينية. طبعا الطرف اللي بيبقى زيادة شوية من الجنب ده اتنيه عادي، مفيش مشكلة، هتظبطيه من الناحية التانية. الفرشة بتخليكي تتحكمي في السمنة شوية، يعني ما بتاخديش مقدار كبير، انت يا دوب بتبليها وتعملي زي ما انا عملت كده. هتعملي كل الطبقات زي ما انا عملت. ناس كتير بتشتكي ان الجلاش بيطلع ناشف معاها وما بيطلعش طري وما بتعرفش تاكله. لو عملتيه بالطريقة دي هيبقى طري معاكي من اول ما تعمليه، من اول القطعة لاخر قطعة. بصي بقى، ده نص المقدار اللي انا قصيته بالمقص، قسمته 2 قدامك. هرجع بقى الجزء اللي انا كنت خدته التاني اللي هو على جنب الرفيع ده، هبدأ احطه في النص، واكمل بقى بقية مقدار الصينية بتاعتي عشان يطلع مظبوط معايا. ولما يتقطع الصينية القطع ما تتفرولش منك او ما تطلعش مهرية. بصي بقولك، دي الشريحة الرفيعة انت هتبدأي تحطيهم. برضو هتاخدي ايه 2 أو مع بعض كده او 3 زي ما انت كنت بادئه تشتغلي من الاول، وهتبداي بقى ترصيهم في الصينيه. هتخلصي كده هتكملي بقيه الصينيه بتاعتك تاني عادي خالص، اكنك شغاله من الاول. الطريقه دي بس علشان اللي يبقى في النص ده كده بتمسكيه من فوق ومن تحت بالجلاش بتاعك، فبيطلع القطعه مظبوط، ما يبقاش مهري منك ولا حاجه. هترشي برضو السمنه بتاعتك وانتي بادئه بتعملي الجلاش بتاعك. انتي قبل ما تعمليه هتعملي السيرب الاول. هتعملي السيرب كوبايتين ميه، عليهم كوبايتين سكر، عليهم ليمونه صغيره او نص ليمونه كبيره، وهتسيبيه يغلي على النار مده ربع ساعه. بعد كده هتطفي عليه النار وهتحطي عليه شعره فانيليا. هتسيبي السيرب بتاعك يبرد، وبعد كده هتبداي تشغلي الفرن يسخن. وانتي مشغله الفرن يسخن هتبداي تعملي الجلاش بتاعك بنفس الخطوات. رتبي خطواتك عشان الحاجه ما تاخدش معاكي وقت وتنجزي في عمايلها. يبقى انا عملت السيرب وسبته على جنب يبرد، ولعت الفرن. بدأت اقطع، ارص في الصينيه بتاعتي واقطعها واجهزها. اول ما تخلصي الصينيه بتاعتك هتلاقي الفرن سخن معاكي، وهتحطي الصينيه على طول.
هتعملي الجلاش بتاعك على درجة حرارة 180 وهتحطيه على الرف اللي في النص. لو الفرن بتاعك ما بيحمرش الوش مع الصينية نفسها، مجرد ما تلاقي الحراف بتاعة الجلاش بدأت تحمر منك هتطفي من تحت وهتبدأي تشغلي عليه الشواية وتاخدي بالك منه. لو الفرن بتاعك بيحمر فوق وتحت زي بعض خلاص يبقى انت مش هتحتاجي تعملي الشواية. طبعا الورقة اللي انا تنيتها ديت كان في النص فاضي شوية، فانا حبيت اظبط الصينية معايا وابدأ اكمل بقى بقية الخطوات تاني. لو انت عايزة تحشيه تعمليه بنفس الطريقة وتحشي فيه شوية مكسرات، احشي بقى في النص براحتك زي ما انت عايزة تعملي مهلبية احشيه برضو، عايزاه سادة زي ما انا بقولك كده بيبقى طري وخفيف، بالذات كمان في رمضان بيبقى خفيف جدا. لو حبيتي تاخدي قطعة بالليل ولا حاجة مبقاش تقيل عليك. انا دهنت سمنة، هاجي بقى على اخر ورقتين هقولك تعملي فيهم ايه. بدل ما كنا بنتني القطع زيادة لفوق هنتنيها لجوه علشان ما تكسرش معايا. الحراف اللي طالعة من بره هتبدأي تمسكيها كده وهتتنيها لتحت عشان برضو وانتي بتسويها تبقى مظبوطة معاكي. طريقة سهلة وبسيطة. اخر ورقة فوق مش هندهنها سمنة دلوقتي الا لما نقطعها الاول بالسكينة عشان تعرفي تتحكمي في الجلاش وتقطعيه. يعني في ناس كتير ما بتعرفش تقطعه وبتهري منها. خلاص انا بظبط الصينية، ظبطتها وتمام زي الفل. هتجيبي بقى السكينة حامية عندك او سكينة مشرشطة تعرفي تقطعي بيها، هتاخديه كده بالطول الاول. بصي بقى انت عشان مش دهنة سمنة يا دوب بتمسكيها بايدك بتلاقي الورق الجلاش ثابت معاكي. لو دهنتيه سمنة مش هتعرفي تمسكيه وهيتقطع منك ومش هتعرفي تقطعي الصينية كويس. هتقطعي الصينية بالطريقة اللي انت عايزاها، ممكن تقطعيها مربعات، عايزة تعمليها سمبوكسات، الشكل اللي يعجبك وبتحبي تاكلي بيه اعملي بيه. انا خلاص كده ايه اظبط صينيتي واقطعها. طبعا لسه معايا شوية سمنة، لما اخلص الصينية خالص هرشهم على الوش. انا مثلا عندي عايزينها سمبوكسات فببدأ اقيس المقدار بتاعي او المسافة بتاعتي وابدأ اخدها بالجنب كده عشان اطلعها ايه شكل السمبوسة معايا. بصي واحدة واحدة بقى وانتي بتعملي بالعرض بتكوني انتي قطعتي الورق بالطول فبتبقى صعبة معاكي شوية. امسكي زي ما انا ماسكاها كده وابدأي امشي بالسكين، هتمشي معاكي عادي وهتقطعيه زي ما انت عايز. اهي لازم تحطي ايدك كده يعني ما تمسكي من ناحيتين علشان الورق بتاعك يتقطع، يعني ما يتقطعش منك والصينية تتقطع معاكي مظبوط. هتخلصي الصينية كلها هتجيبي السمنة وهترشيها على الوش بقى. يبقى انت كده دهنتي الصينية من تحت ومن جوه ومن فوق عشان الجلاش يطلع مورق معاكي ويطلع طري. والفرن بتاعنا سخن وجاهز، احنا مجهزينه. هترصي الصينية زي ما انت شفتيها كده وتخلصيها وتحطيها في الفرن على طول. وما يطلع من الفرن يكون السيرب بتاعك بارد وهتبدأي تسقيه الشربات اللي انت عملتيه وهتبقى بالمنظر ده. هتستني عليه لما يبرد هتلاقيها شربت كل الشربات بتاعك وبقت بصي السكينة بتمشي فيها طرية ازاي. هتبدأي بقى تقطعي وتطلعيها في طبق التقديم. طريقة سهلة جدا وبسيطة مش هتاخد معاكي اي وقت. ولو الجلاش بينشف منك وعملتيه بالطريقة دي هيطلع طري معاكي وهيبقى زي الفل. هتجيبي مقطع او هتجيبي اي حاجة تعرفي تطلعي بيها الجلاش عشان ما تهرهوش، معلقة سكينة مقطع اي حاجة. هتبدأي بقى تسلكيه كده، لو انت السكينة مش كانت جايبة للاخر فكيها وابدأي اغرفيه في طبق التقديم بتاعك ورصيه بقى في الطبق زي ما انت عايزه. اعملي الشكل اللي انت عايزاه براحتك انت خالص زي ما تحبي. الحلويات بره مكلفة جدا يا جماعة، لو عملتي كل الحاجات دي بتاعتك في البيت هتوفري كتير وهتعملي حاجة نظيفة انت عاملاها بايدك. قطعيها وسلكيها بالراحة. انا بوريها لك بصي مورقة ازاي وطرية. رصي بقى الطبق براحتك زي ما انت عايزة.
في النهاية بيبقى الطبق بالشكل دوت، سهل وسريع وجميل، ما خدش معاكي اي وقت، طري وخفيف، وبالهنا والشفا. ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك